المسرح الآن، واحتضن مسرح الجزائر الوسطى أمس العرض المسرحي الشرفي الأول لمسرحية نوستالجيا لتعاونية مسرح النقطة من إخراج الأخضر منصوري، المستوحاة عن مسرحية دبدبة الباندا التي يرويها عازف السكسوفون الذي له خليلة بفرانكفورت لروائي ماتي فيسنيك. كما عرفت المسرحية إقبالا معتبرا لجمهور الفن الرابع. نتابع المزيد في هذه التغطية لأيوب أحمد شوش. مسرحية نوستالجيا هي لكاتبها الفرنكو روماني ماتي فيزنياك، ترجمة لعبد المجيد الهواس، ونحاول من خلالها يعني كتعاونية مسرح النقطة الاشتغال على خط فني يحاول أن يهتم أولا بالممثل كطاقة إيجابية تصنع المسرح أولا، بالرجوع إلى المسرح الحقيقي، مسرح الممثل، لأن الجزائر كبلد فني يستحق أن ندمج فيه هذه الروح. هو مسرة لنا جميعا لأنه يعطيك الإحساس بأنه ما يزال هناك فيه مش فقط إنتاج ولكن رغبة في الاستمرار. على الرغم من الصعوبات يعني الموجودة، يعني اليوم تشوف أن الجمهور كمان يعني بيبليك ناس يجيو في يوم ممطر ومتعب شوي إلى آخره، مي سيتي بون بياس. يعني أولا هي فكرة، هي أول مسرحية ذهنية كثير. أنت تعرف أن المسرح الذهني عادة جمهوره قليل باسكو ما فيش تتابعية في الأحداث، سي بليس دي تابلو إلى آخره. ولكن عندما تدخل في النمط يعني أو النوع المسرحي تفهم. أنا بالنسبة لي الفكرة الأساسية هي الاتحاد الموسيقي اللي يستيقظ يعني صباحا هو في حالة ضياع، تضيع له الأشياء، المعنى الأشياء أيضا يضيع إلى آخره، وكأنها إعادة تركيب من جديد مش فقط للمعنى وللحياة أيضا. يعني كاتب ماتي فيزينياك جابه لنا أستاذ الأخضر منصوري، هو المخرج تاع العرض. تلاقينا بروبوزاني انايا، بروبوزا اسماء شيخ، تلاقينا سينا نخدموا عليه، خدمنا عليه، سينا نمدوا الماكسيموم فيه تاني من جهه الاداء اكسترا باش تعيش الدور شويه صعيبه بارابول لو رول، بارابول لاتموسفير جينيرال تاع لو سبيكتاكل. جيسبر يكون عجبكم لو سبيكتاكل.